أهلا بكم مشاهدينا من القدس. غني لي صلاة عمل فني فريد يجمع ما بين الغناء الأوبرالي للفنانة إيناس مصالحة وما بين القراءات الشعرية للفنانة إيمان بسيوني. هذا العرض الذي يجمع نصوصا دينية وروحية قدم في عروض عالمية ب9 لغات، وقدم بلغة عالمية وب9 لغات، وهو يحاول إيصال روح وأجواء الشرق المقدسة للجمهور العالمي. فجمع ما بين صلوات الديانات الشرقية وما بين نصوص وقراءات شرقية تبجل الإنسان من ناحية وضعفه من ناحية أخرى وسعيه نحو الارتقاء الروحي. الزميلة ميرفت العزي كانت في عرض هذا الأوبريت، لنتابع. وكأنك في عرض في أحد مسارح الأوبرا العالمية، ولكنه هنا في الناصرة، حيث سحرت إيناس مصالحة جمهورها في عرض غني لي صلاة. عرض غني لي صلاة هو عرض كلاسيكي غربي اللي بيحوي 9 لغات بعنوان صلاة. بالأساس هي صلوات إنسانية مش صلوات دينية، في بعض النصوص اللي هي شوي نصوص دينية، لكن بالأساس هي صلوات إنسانية بسميها روحانية. هذا العرض يمكن هذا العرض ال40 له لف في محلات كتير في العالم، واليوم المرة الثانية في الناصرة. كل ما نطلبه هو أن توسع قمرنا لننتقل وردي من عتمتنا. من أغاني مريد. بقراءات روحانية مستوحاة من كتابات محمود درويش وجبران خليل جبران، رافقت إيمان المشرفة الاجتماعية في أحد المستشفيات فنانة الأوبرا في غنائها الغربي الكلاسيكي، لتتطابق صلواتهما والحاجة الإنسانية في اللجوء إلى رب واحد أيا كانت الديانات. القراءات الروحانية هي عبارة عن تطابق بالمعنى مع الأغاني الكلاسيكية الغربية اللي بتغنيها إيناس، اللي هي الأوبرا والجوسبل. فبنقدر نلاقي هناك توجه من ناحية الكلمات بالشعر الموجود فيها نحو الصلاة. كل الموضوع هو صلاة، فبنلاقي صلاة للرب بوقت المرض، صلاة بالوقت اليتم، صلاة بوقت الشدة، صلاة بوقت الفرح حتى والشكر. فماخدين اقتباسات لعدة شعراء أو لعدة كتاب. أهدافه ليست كبرى، وإنما اقتصرت على جمع الجمهور في عرض الليلة وسلسلة العروض التي ستقوم بها إيناس في عدد من مدن الضفة الغربية ومناطق أخرى داخل الخط الأخضر الشهر المقبل، بهدف بث التعددية الثقافية ونشر هذا الفن الكلاسيكي العالمي. الأوبرا هو جانر موسيقي يمكن بعيد عنا نوعا ما، لكن التعددية الثقافية والتبادل الثقافي بلزمنا كمان إنه نتعرف على ثقافة الآخر. أنا فكر العرض كان أكثر من رائع وأكثر من مدهش. إيناس بصوت الفتان حلقت هيك بكل إبداع وأخذتنا معاها لعالم تاني. إيناس لم تفاجئني، لأنه إيناس هي إيناس، هذه المغنية الأوبرا صاحبة الصوت الجميل جدا والراقي جدا والمستوى العالمي أيضا تحمل في صوتها، وهذا أمر طبيعي لإيناس. لكن ما فاجأني هو الحضور في الحقيقة المتعطش لمثل هذه البرامج، والذي يدل أيضا أنه يرقى إلى مستوى هذه البرامج. من أرض مباركة ينطلق غناء مبارك أشبه بالصلاة دون تفضيل لدين على آخر، في إطار روحاني لا يليق به سوى هذا السحر بالصوت وهذا الجمال باللحن. سحر يتعدى الكلمة واللحن إلى الروح، فها هي فنانة الأوبرا تحاكي وجدان الإنسان منذ بدء الخليقة، فيما يلهم العرض بقراءات روحانية تطابق ما بين اللغة واللحن. لليوم على الحرة ميرفت العزة من الناصرة. وللمزيد يسعدني أن أرحب بضيفتنا من الناصرة إيمان بسيوني، المشاركة في هذا العرض المميز بقراءات شعرية ونثرية. أهلا وسهلا بك معنا إيمان في اليوم على الحرة. في البداية هيك أنا ببارك لكم على إحياء هذه العروض، وحابة أعرف منك كيف بدأ هاي الفكرة للعمل المشترك بينك وبين مغنية الأوبرا إيناس مصالحة.
أول إشي مساء الخير إلك ولكل المشاهدين عبر قناة الحرة. وبالفعل يعني أنا وإناس التقينا في برنامج اللي هو نيو ستار اللي كان يعرض على قناة ميكس، ومن هناك من أول يوم تصوير جمعتنا صداقة وجمعنا محبة كتير كبيرة، وتواصلنا من هناك كل الوقت لدرجة إنه إحنا كانت إناس تقول إنه أنا بدي أكشف الأوبرا للجمهور العربي بأكبر طريقة ممكن، فحكتني عن الموضوع وكانت تشرح لي عن مضمون الأغنية وكل أغنية شو بتحمل من معنى وشو بتحمل من رسالة، وبنفس الوقت كنت أرد عليها بقراءات شعرية نثرية من الأشياء اللي أنا بعرفها واللي أنا حافظتها. فصار في بنهاية اللقاء هيك حوار بتقدري تقولي ثقافي روحاني، اللي قالت لي ناس بالآخر هذا هو العرض، هيك رح يكون، وهيك كان. يعني هو سمعنا كثير آراء وأصداء إيجابية عن العرض، والفكرة هي مش متعودين إنه نسمع عنها. يعني كيف لقيتوا إنه كانت المشاركة نفسها والفكرة نفسها بدمج الغناء الأوبرالي مع أشعار محمود درويش وجبران خليل جبران؟ كيف كانت التجربة بتلخصوها بالنسبة لك؟ طلع من بعد العرضين اللي عملناهن بالناصري اللي هن كانوا من انجح العروض اللي عملناهن، واللي كانت التذاكر انباعت يعني قبل بوقت، الناس متعطشه لهذا النوع من الفن، وبالاضافه انه كانت خطه ذكيه عند ايناس انها تدمج قراءات روحانيه بالعربي اللي تكون قريبه بالمعنى وبتطابقها لنفس معنى الاغنيه، فكان هاي التجربه جدا جديده، تجربه غنيه، تجربه كمان غريبه وجديده بوسطنا، واحنا كمان بدنا نصل لكل المناطق المدن والقرى العربية الفلسطينية العامرة إن كانت في الداخل وخارج كمان الخط الأخضر. احنا بدنا نعمل كل هذا التواصل، كل هذا الجسر ما بين الضفة والقطاع وعنا والمدن والقرى العربية كلياتها. وبما أنك مقربة من إيناس، أنا حابة أسألك، هذا العمل الأوبرالي لاقى نجاح باهر في الخارج، أكثر من 40 عرض في أوروبا والولايات المتحدة. السؤال كيف تلقى الجمهور هذا العمل، خاصة أنه أوبرالي نوعا ما بعيد عن الغناء الشرقي اللي احنا الأذن الشرقية متعودة عليه؟ هذا بالضبط اللي قلته، انه الناس متعطشه لانها تستمتع بهيك نوع غنائي جديد بهذا الوسط، وبالاضافه انه كانت القراءات الروحانيه اللي هي بتطابق بالمعنى الاغنيه اللي رح تيجي كانت تفسر وتمهد الطريق للمستمع ايش رح يسمع كمان شوي، شو هي الرسالة اللي بتحملها الأغنية الجاي. يعني كان في عندنا لغات، ناس غنت ب9 لغات، منها الأرامي، التشيكي، الروسي، الإنجليزي، فكان صعب إنه إحنا نفهم بالضبط إيش المعنى، ولكن القراءات ساعدت بهذا الإشي، وهذا الدمج وهذا الكولاج اللي إحنا خلقناه من شعراء مثل جبران خليل جبران، محمود درويش، صلوات الراهب هيبة في كتاب عزازيل، الشاعر الفلسطيني زياد خداش، الكتابين المقدسين القرآن والإنجيل، وكمان نصوص أنا كتبتها، فكل هذا ساعد وساهم في انه يتلقى الجمهور العربي الاوبرا والجوسبل بطريقه سهله عليه. كمان كان في قراءات شعريه خاصه فيكي او انها فقط لشعراء اخرين؟ مزبوط. طب يعني ممكن انه نسمع عن مشروع شاعره مستقبليه؟ ان شاء الله، طموحنا هو السما يعني، وحدودنا هي السما، فليش لا ان شاء الله. بيستهويكي هذا النوع من يعني الشعر تحديدا؟ ترى انا بحب الشعر، وهذا الشيء يعني تقريبا الكل بيعرفه، انا بحب كثير الشعر، بس انه انا ما بكتب شعر، ولكن عندي محاولات كتابيه، وكمان اشتغلت بسلسله امسيات كانت مع الشاعر مروان مخول في عاش البلد مات البلد، واللي لاقت نجاح كثير كثير كبير في فلسطين، فهذا كمان دليل على محبتي وشغفي للشعر. وكمان اليوم مع ايناس مصالحه قراءات الشعريه الموجوده طالعه من نبض الشعر جويتي. اكيد هذا كمان بوصل للجمهور بدون شك. انا حابه اسالك، يعني انا ذكرت انه انت شاعره، انت ايضا مقدمه برامج وايضا عامله اجتماعيه، فيعني عده نواحي ونوعا ما مختلفات عن بعض، كيف تشعري انه ممكن تدمجي بين هاي الشغلات؟ شوفي مزبوط هن مختلفات، ولكن بالنهاية هن بيكملوا صورة معينة جويتي. يعني العمل الاجتماعي اللي أنا بشتغله بالذات مع الأطفال في أحد المستشفيات في البلاد هو بينطيني التوازن
بينطيني انه افهم الاشياء اللي هي مش مفهومه ضمنا بحياتنا، يعني مش مفهوم ضمنا انه انا اليوم اروح على البيت وارجع سالمه، مش مفهوم ضمنا اني اخلف ولدي يكون معافى، مش مفهوم ضمنا اني اروح على البيت والاقي اهلي بخير وصحه، هاي مش مفهومه ضمنا، وهاي بنلاقيها يوميا بالمستشفى، بلاقي كل يوم مشاكل وبلاقي كل يوم اوجاع لناس اللي هن مش متوقعينها وخارج عن سيطرتهن، فهذا بيكمل ايش انا عمالي بعمل، بيكمل بالفن، بيخليني ابدع اكثر، والفن بينطيني ادوات استعملها في مكان العمل الاجتماعي، فكلياتها هذا الدمج بيثريني وبيغنيني اكثر لانه اكون بمكان مختلف. اكيد يعني هو عن إيش العمل إحنا يمكن متعودين العمل نكون. بعمل اجتماعي بخلي اجرنا على الارض زي ما احنا بنقول. ايمان بدي اسالك يعني سؤال بروتوكولي بس بالضبط، حابه اسالك توازن. اياه، شو هي اكثر مهنه اللي هي قريبه لإلك بتشعري؟ كلهن محببات على قلبي، ولكن يعني اذا بتساليني الشغف تبعي والعشق اللي كثير كبير هو الفن. الفن كثير بحب الفن. الفن بأي شكل؟ يعني الفن هي كلمة واسعة، تحديدا الشعر ممكن يعني تشعري انه بالشعر ممكن تنطلقي اكثر شيء؟ ما هو انت شايفه شو عمالنا بنعمل دمج الاشياء، الاساليب الجديده اللي عمالنا بنتبعها، عمالنا بنعمل دمج بين عده امور، يعني انا كمقدمه في عرض غني لي صلاه ولكن قراءات روحانيه عمالها بتفوت في النص، نفس الشيء في عاش البلد مات البلد كانت كمان هناك قراءات، ذات الامر مثلا اذا اليوم انا بصور اي صوره وبتعجبني فبعبر عنها بطريقه الشعر، فكل الفن باشكاله، اذا عملت اي فيديو ارت او عملت اي شيء بالفن هو بيعبر عن ايش انا، فممكن اني انا اتوجه له، ما في شيء يعني محدد وما في خط واحد بس اللي انا بهدف له، بس كمان كثير بحب التمثيل مثلا، وهذا لسات البوادر مش طالعه بس لقدام رح تطلع. ان شاء الله. انا بتمنى لك انه تحققي كل امنياتك وبالتوفيق ان شاء الله بكل الخطوات اللي رح تقومي فيها. ايمان بسيوني شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم في اليوم على الحرة. مشاهدينا مستمرون معكم، وهذه الآن عودة إلى دبي والزملاء باسل وإنجي إليكما. شكرا جزيلا لك يا إيمان، وطبعا لفنانتك إيمان أيضا. ومشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقراتنا، حتى نلتقيكم مجددا لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء. مني أنا إنجي أنور ومن جميع أعضاء فريق اليوم على الحرة في كل مكان أطيب التمنيات وإلى اللقاء.